حكايتنا النهاردة حصلت في ولاية كاليفورنيا في أمريكا سنة 2011. وقبل ما ندخل في تفاصيل حكايتنا تعالوا نتعرف على الشخصيات اللي فيها. أول شخصية معانا هو جونا شاكناي. جونا شاكناي بليونير عنده شركة بتشتغل في المواد الطبية والتجميلية، وهو شخصية شهيرة ومرموقة. جونا اتجوز مرتين وانفصل، والشخصية اللي تهمنا واللي ليها دور في حكايتنا النهاردة هي طليقته التانية دينا. وجونا كان مخلف منها أولاد، منهم ماكس عمره 6 سنين اللي كان مولود في سنة 2005. ريبيكا زهاو اتولدت سنة 1979 من بورما، وكانت من عيلة بروتستانتية مسيحية متدينة جدا، وركزوا في حتة ان هي من عيلة متدينة جدا، وكانت عيلتها فقيرة الى حد ما. ريبيكا كانت بتشتغل في مستشفى للعيون كممرضة براتب عالي، ونظرا لظروف اهلها كانت بتبعت نص الراتب بتاعها، وكانت سعيدة جدا في الوظيفة بتاعتها. ريبيكا ليها اختين، ماري اختها الكبيرة، ودي كانت اختها وصاحبتها في نفس الوقت، وكانوا قريبين جدا من بعض، وزينة اختها الصغيرة عندها 13 سنة. هنلقي الضوء شوية على شخصية ريبيكا. ريبيكا شخصية مرحة بتعيش حياتها بانطلاق وسعادة بدون هموم، وكانت بتحب الرسم، وكانت شخصية نشيطة ورياضية، وبتعشق الأكل الصحي، بالإضافة لكونها جميلة جدا، وكانت مبتسمة دايما، وكانت من نوع الأشخاص اللي عندهم كاريزما وبيسيبوا بصمة في حياة الناس اللي بتعرفهم، فكانت ملفتة للأنظار بجمالها وشخصيتها وخفة ظلها. جونا وريبيكا اتعرفوا على بعض لما كان جونا بيعمل فحص العيون، فكانت ريبيكا هي اللي بتعمل له التست بتاعه، وانجذبوا لبعض لأن كان في حاجات كتيرة جدا مشتركة بينهم. كانوا من الشخصيات النشيطة، بيحبوا الهواء الطلق وبيلتزموا بأسلوب الحياة الصحية، فلقوا في بعض حاجات كتير خلتهم يقربوا جدا من بعض. طلب جونا بعد تطور العلاقة بينهم ان ريبيكا تقعد معاه في القصر الصيفي اللي بيمتلكه، وهو قصر غالي وفخم فيه 27 أوضة وبيطل على البحر. والقصر ده او المنشن كان فيه مجموعة مباني، مبنى الجست هاوس والمين هاوس، ومبنى ثالث كان ملاصق للمبنيين. لكن ريبيكا كانت مترددة ان هي تسيب شغلها، لانها كانت وظيفة صعب ان هي تلاقي وظيفة تانية زيها، وفي نفس الوقت كانت بتبعت نص الراتب بتاعها لأهلها. لكن جونا طمنها بأنه هيكون سندها المادي، وأنه هيكون ملتزم بأنه يبعت لأهلها كل شهر المصاريف اللي تلزمهم. وبالفعل استقالت ريبيكا من شغلها وقعدت معاه في المنشن بتاعه. جونا ابن ماكس كان في حضانة أبوه وكان قاعد معاه، وده كان ضد رغبة طليقته دينا اللي كانت بتكره ريبيكا وبتغير منها، وما كانتش عاوزة ان هي تراعي ابنها ماكس او تقرب منه. هي الحقيقة ما كانتش مرتاحة لوجود ريبيكا اصلا في حياة طليقها جونا، فحصل مشاكل وخلافات كتير بين جونا ودينا، وبالتأكيد حصل برضو مشاكل بين دينا وريبيكا، واكيد حصل بعض الصدام بسبب ماكس، واللي اعتقد انه وصل لدرجة التحذير من دينا لريبيكا بسبب ماكس، لان اكيد دينا ما كانش عندها ثقة في نوايا ريبيكا تجاه جونا، واكيد كانت شايفاها ان هي طمعانه في جونا وفلوسه، والاكتر من كده انها هتراعي ابنها ماكس بحكم اقامتها مع جونا في بيته. فالعلاقه بين دينا وريبيكا كانت علاقه متوتره وما كانش فيها اي نوع من الثقه. ريبيكا كانت بتحب ماكس جدا، وماكس كمان كان بيحبها وتعلق بيها وارتبط بيها جدا، وطبعا دي حاجة كانت مضايقة دينا جدا، لأن ريبيكا كانت متحمسة جدا في علاقتها بماكس، خصوصا إن دي حاجة هتزود من قوة العلاقة مع جونا، ومن ناحية تانية ما كانش عندها أطفال. وبمجرد انتقال ريبيكا للمنشن كانت متولية أمر ماكس، خصوصا إن جونا كان بيغيب فترات طويلة بحكم شغله عن البيت. هنستشف من الكلام اللي أنا قلته إن كان في علاقة غير ودية بسبب سوء ظن وغير دينا من ريبيكا، بسبب وضعها في حياة جونا وتوليها تربية ابنها ماكس. نيجي للجزء المهم في حكايتنا واللي بدأ في يوليو 2011. جونا وريبيكا كانوا قاعدين مع بعض في المنشن الفخم المطل على البحر، وبالمناسبة المنطقة دي كان فيها مجموعة من القصور اللي بيمتلكها صفوة المجتمع، واللي كان جونا واحد منهم. المنطقة دي كانت بتشبه المنتجع،
وكان قصر جونا من أجمل القصور في المنتجع ده. يوم 11/7/2011 ريبيكا كانت في المنشن مع أختها زينة اللي عندها 13 سنة اللي كانت جاية تزورها، وبالطبع كان معاها ماكس. ريبيكا كانت في الحمام في الدور السفلي، وماكس كان بيلعب في الدور التاني، وزينة كانت موجودة في حتة معينة في البيت ما وضحوش بالظبط هي كانت موجودة فين. فجأة بتسمع ريبيكا صوت تكسير واصطدام عنيف، ولما جريت ريبيكا وزينة عشان يشوفوا ايه اللي حصل لقوا ماكس واقع أسفل السلم وبينزف، وكانت النجفة موجودة جنبه ومكسورة، والسكوتر بتاعه واقع جنبه. كان الإزاز في كل مكان والفوضى مالية المكان، وكان واضح ان ماكس كان بيلعب بالسكوتر واتكعبل في حاجة فاختل توازنه فوقع، واثناء وقوعه من فوق الدرابزين اتخبط في النجفة او اصطدم بيها وسحبها معاه لاسفل السلم. ماكس وقع من مسافة كبيرة، الدرج كان عبارة عن مجموعة سلالم وبعدين جزء مستوي وبعدين مجموعة سلالم تانية، فالمسافة اللي وقع منها ماكس كانت عالية جدا، فكانت حالته سيئة جدا وكان بينزف وما كانش بيتنفس. طبعا ريبيكا كانت في حالة رعب وصدمة من اللي حصل، خاصة ان ماكس كان في رعايتها. وتخيلوا الافكار اللي كانت في راس ريبيكا، خوفها على ماكس اللي كانت بتحبه واللي كانت مرتبطة بيه عاطفيا، وخوفها من فقدانها لجونا اللي ساب ابنه في رعايتها. ماكس ما كانش بيتحرك او يتنفس، كأنه ميت، كان في حالة سيئة جدا جدا. وطلبت ريبيكا من زينة الاتصال ب 911، وفي الوقت نفسه عملت لماكس انعاش قلبي رئوي عن طريق الفم وقدرت تخليه يتنفس، ولولا الإجراء ده كان ماكس مات قبل ما يروح المستشفى. ريبيكا كانت في حالة انهيار وفضلت تردد في رعب انه مات. واثناء اتصال زينة ب 911 صوت ريبيكا كان واضح في الخلفية وهي بتعيط وبتقول دينا هتقتلني. ووصلت خدمة الطوارئ وخدوا ماكس اللي كان في غيبوبة تامة، لأنه كان مصاب بأضرار كبيرة جدا في جسمه وفي وشه وفي الحبل الشوكي وفي الدماغ. وطبعا ريبيكا بلغت جونا بالحادث. اتصل جونا بدينا اللي جت المستشفى عشان تكون جنب ابنها ماكس، وطبعا ريبيكا ما قدرش تروح المستشفى بسبب توتر العلاقة اللي بينها وبين دينا. ريبيكا كانت في حالة من الصدمة والرعب والخوف على ماكس، وخوف على علاقتها بجونا، وخوف من رد فعل دينا أم ماكس، فكانت بتتمنى إن ماكس يعيش. وفي الفترة دي جونا كان مقيم مع صديق ليه، بيته كان جنب المستشفى اللي كان فيها ماكس. جونا ودينا ما فرقوش ماكس أبدا في المستشفى. يوم 12/7/2011 ريبيكا جابت نينا أخت دينا طليقة جونا من المطار اللي جت علشان تقف مع أختها، ووصلتها المستشفى. والساعة 6 مساء وصلت ريبيكا أختها زينة للمطار اللي كانت حاجزة في نفس اليوم ده عشان ترجع بلدها. واستنت ريبيكا في المطار عشان تجيب آدم شاكناي أخو جونا من المطار اللي جه برضو علشان يقف جنب أخوه جونا. ريبيكا وصلت آدم للمستشفى واستنت شوية، وبعدها راح جونا وآدم وصديق جونا مع ريبيكا علشان يتعشوا مع بعض في مطعم، وكانوا بيتكلموا عادي في موضوع ماكس. بعدها رجعت ريبيكا مع آدم للمنشن، وجونا رجع المستشفى عشان يكون جنب ابنه ماكس. والكلام ده كان حوالي الساعة 8 مساء. الساعة 9 مساء ريبيكا كانت بتتكلم مع أختها ماري على الواتس، وحكت لها إن ماكس حالته سيئة جدا وإنها متوترة وخايفة ومش عارفة جونا هيكون موقفه إيه منها. وجونا من ناحية تانية كان بيبعت لريبيكا من وقت للتاني رسائل بيشرح فيها تطورات حالة ماكس الصحية أول بأول. آدم وريبيكا ما كانوش اتقابلوا قبل كده، وآدم كان شخص عادي مش غني زي أخوه جونا. آدم قعد في بيت الضيافة في المنشن، وريبيكا كانت أوضتها في البيت الرئيسي، يعني الاتنين كانوا في المنشن بس كل واحد كان في مبنى منفصل عن التاني. الساعة 10:54 يوم 12 مساء نينا أخت دينا راحت المنشن ووقفت هناك وبعتت رسالة لريبيكا بتسألها Are you there؟ يعني انتي موجودة؟ وسألتها عن اللي حصل لماكس، بس ريبيكا ما ردتش على رسالة نينا. واتضح بعد كده في التحقيقات ان الرسالة اتقرت واتمسحت. الساعة 11:30
سمعت واحدة من الجيران اللي موجودين جنب المنشن صوت واحدة ست بتصرخ بصوت عالي وبتطلب المساعدة. والساعة 1 بيجي فويس ميل لريبيكا من جونا بأن حالة ماكس الصحية سيئة جدا ولو عاش مش هيتكلم أو يمشي. الساعة 1:30 الجارة اللي سمعت صوت الصراخ هي وجيران تانيين سمعوا صوت أغاني بصوت عالي جدا صادرة من المنشن، والأغاني دي استمرت لمدة نص ساعة تقريبا. في صباح يوم 13/7 الساعة 6:45 بتيجي مكالمة ل 911 من آدم شاكناي. آدم قال في اتصاله إنه شاف بنت متعلقة بحبل. البنت دي كانت ريبيكا. Emergency, what are you reporting? Yeah, I got a girl hung herself in guest house of, it's on Ocean Boulevard across from the hotel, same place that you came and got the kid yesterday. Okay, sir, what is the address? I'm not sure, 19, I mean the back house is 1928 something. I'm not sure. Let me call you back. Okay, sir, is she still alive? I don't know. Okay. the address? No, sir. I need the address. All right. She came here yesterday to pick up a little boy. Okay, sir. I wasn't working yesterday. I don't know what you're talking about. Records? Sir, I checked all of the records yesterday. I can't find anything on Ocean Boulevard. Can you tell me what the address is? I'm looking. Just start sending them toward the hotel. Okay, I understand that. I just need the exact address. I can't help you until I have the address. Ocean Boulevard. 1043 Ocean? Okay, Yeah. Is she still alive? I don't think so. Okay, let me get the fire department. Sure, hang on. Let me get the fire department on the phone to help you, okay? Hang on just a minute. Come on. Fire medical emergency? Coronado with the transfer. Go ahead, sir. That lady is hung herself. What's the address? 1043 Ocean Boulevard. 1043 Ocean Boulevard? Yeah. Okay, what's wrong? She hung herself, man. I just woke up. Okay, is it the house? It's a house. Yeah. Okay, how old is she? I'd say about 30. 30? Okay. When was the last time you saw her? Last
tonight. Okay, it should be on health. Well, give me some. I'm compressing your chest right now. Okay, hold on. What's your name? Shackner. Okay, I have help on the way. What's your cell phone number? Is it 901-485? 901-485. Okay, listen to me. Help is coming right now, okay? And Petey, you're on the way? Yes, ma'am. Okay, and you're right there with her. Did you cut her down? Yes, I did. Okay, just stay with me.